السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي طلبة تانية ثانوي، أهلا بيكم في الورشة الأولى للوحدة الأولى وأول لقاء ما بيننا في المنهج الجديد. عايزك تركز معايا إن شاء الله. زي ما سمعت كلمة ورشة دي عايزك بقى تتعود عليها، لأن بإذن الله بجانب شغلنا في السنتر هيبقى فيه حصص على اليوتيوب، وهي بتنقسم كالتالي، أو شغلنا هيبقى عامل كالتالي. بعد ما نخلص الوحدة كاملة في كل شغل فيها ونخلصها خالص، هيبقى معانا ورشة كاملة على كل وحدة، وهي عبارة عن فيديوهين. أول فيديو إن شاء الله ده هيكون عبارة عن شرح الوحدة كاملة بكل نقط الجرامر اللي ممكن تكون مرت علينا في كل الكتب بكل الملحوظات، ومعاها تطبيق على اللي احنا بنشرحه. ده الفيديو الأول. الفيديو الثاني بأمر الله هيبقى حل شامل على الوحدة كلها، سواء بقى كلمات، لغويات، حروف جر، جرامر، رايت، كل حاجة. يعني حل كامل مرجع ليك لو انت عايز تراجع الوحدة هتراجعها في الفيديوهين دول. عشان كده احنا بنقول ورشة على الوحدة. كل وحدة هينزل ليها الورشة في شكل فيديوهين، فيديو شرح بتطبيق والفيديو الثاني حل كامل على الوحدة. عشان ما اطولش عليك عايزك تركز معايا، كوباية شايك، ورقتك، قلمك، النوتس بتاعتك، وسجل ورايا كل اللي انت محتاجه وعايز تأكد عليه. تمام؟ عشان ما اطولش عليك تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 1. يونت 1 بتتكلم عن البريزنت كونتينيوس وهو المضارع المستمر، اشكال المضارع المستمر، حوارات المضارع المستمر. تعال اما نتكلم عليه. عايزك بقى تركز معايا كده في كل حاجه في المضارع المستمر. مبدئيا كان المضارع المستمر له 4 اشكال. اشكال يعني يعني 4 تكوينات. خلاص؟ اول شكل من اشكال المضارع المستمر، كلنا عارفين ان المضارع المستمر ده اصلا بيتكون من ام واز وار زائد فعل بيكون اخره ايه؟ اي ان جي. ده شكل المضارع المستمر. تمام؟ كلمه ام دي بتيجي مع اي، واز دي بتيجي مع هي وشي وات، وار دي بتيجي مع وي وذي ويو. شايفك يلي عامل الصوت على اكس 2؟ تعالالش ركز معايا براحتك، انت اللي بتخسر. المضارع المستمر زي ما قلنا ام واز وار وفعل اخره ايه؟ اي ان جي. ده شكل الجمله في المضارع المستمر. يعني ببساطه كده لما اقول لك اهو علي is reading story، لما اقول لك mom is cooking lunch. طيب تاني شكل الاشكال المضارع المستمر لو انا عايز انفيه، جدع قول معايا عشان ما تحسش بملل وزهق، قول معايا، راجع معايا، ذاكر معايا. اللي هو بيتنفى بان not وisn't وaren't زائد فعل اخره ايه؟ اي ان جي. كذلك ام نوت دي هتيجي مع اي، وازنت دي هتيجي مع هي وشي وات، وارنت دي هتيجي مع وي وذي ويو. موضوع سهل خالص اهو. نفس الكلام لما اقول لك كده ماي فاذر isn't eating fish، ما بياكلش سمك. لما اقول لك we aren't playing tennis، احنا ما بنلعبش تنس. طيب عايزين ناكد على حاجه حلوه بقى، ان الام واز وار وفعل اي ان جي، او ام نوت وازنت وارنت وفعل اي ان جي، دول بستخدمهم في حاله لو الجمله اصلا بادئه بالايه؟ بالفعل اللي هو بيعمل الحاجه. فاعل بيعمل الحاجه، والفاعل ده هو المسؤول عن فعل الشيء، هو اللي بيلعب، هو اللي بياكل، هو اللي بيشرب، هو الذي يذهب، هو اللي يشاهد، هو اللي بيسافر، هو اللي بيذاكر. الفاعل ده كل دوره ان هو بيعمل الحاجه. طيب النقطه رقم 3 بقى، وباني قلت الفاعل واللي هو اللي بيعمل، فلازم تكون النقطه رقم 3 هي صيغه المبني للمجهول. لو انا عايز ابني للمجهول
هبني للمجهول ازاي؟ هبني للمجهول يعني طبيعي ان اقول لك جمله هتبدا بالمفعول. طب تعالى يا مستر اشرح لي يعني ايه جمله بتبدا بالمفعول. المفعول هو الحاجه اللي بتتعمل، الحاجه اللي ما ينفعش تعمل نفسها. هو الدرس ينفع هو اللي يشرح؟ هتقول لي لا يا مستر ده بيتشرح. ينفع الشعر هو اللي يقص؟ هتقول لي لا ده بيتقص. ينفع العربيه هي اللي تصلح؟ هتقول لي لا ده بتتصلح. ينفع المتحف هو اللي يزور؟ هتقول لي لا ده بيتزار. يبقى المفعول ده بص كده هو الحاجه اللي بتتعمل، الحاجه اللي ما ينفعش تعمل نفسها. طيب لو الجمله بدات بمفعول، الجمله بدات بمفعول، يبقى التركيب هيبقى عباره عن ايه؟ هل هو ام واز وار وفعل اي ان جي بقى؟ اقول لك لا، ده الجمله هتبقى ام واز وار زائد بينج زائد التصريف الايه التالي. خد بالك ان اي فعل اي ان جي ده لو الجمله بادئه بفاعل، اما الفعل الاي ان جي بيحول لبينج وتصريف تاني. يعني ريدنج تبقى بينج ريد، كوكينج تبقى بينج كود، ايا كان بقى جاي قبلها ام واز وار ولا لا. كلمه ايتنج دي هتبقى بينج ايتن، كلمه بلاينج دي هتبقى بينج بلايد. جدع قول معايا، قول معايا يا حبيبي بالله عليك، بالله عليك ما تسيبنيش اقول لوحدي. يبقى المضارع المستمر ام واز وار واي ان جي. عايز نوت، عايز تنفي ام نوت وازنت وارنت وفعل اي ان جي. دي جمل بادئه بالفاعل اللي هيعمل. طب الجمله بادئه بمفعول، الحاجه اللي هتتعمل، الاكله اللي هتتاكل والاكله اللي هتطبخ والفيلم اللي هيتشاهد والبلد اللي انت هتسافر اليها والحاجه اللي هتتعمل. يبقى ام واز وار بينج وتصريف تالت. ما بستخدمش بينج الا اذا كانت الجمله مبنيه للمجهول. طيب يعني ببساطه خالص 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 لما انا اقول لك مثلا ماي كار نقط باي ميكانيك، فقمت قايل لك ماي كار از ريبيرنج، العربيه هتصلح، ولا از بينج ريبيرد هتتصلح؟ هل هي العربيه اللي هتصلح ولا هتتصلح؟ وعشان العربيه دي مفعول ما ينفعش تصلح نفسها، برافو عليك، عايزك تحل معايا is being وتصريف ثالث. لما اقول لك مثلا ميوزيوم المتحف نقط باي ميني تورستس، فقمت قايل لك المتحف ده is visiting هيزور ولا is being visited هيتزار؟ طب ما هو المتحف ده مفعول لانه مش هينفع يزور نفسه، لازم حد هو اللي يزوره، وما دام في حد بيزوره يبقى is being وايه وتصريف ثالث. اي جمله تبدا بمفعول is being وتصريف ثالث. طيب نيجي للسؤال الجديد الرايق بتاعنا. سؤال ايه؟ لما اقول لك كده my sister is cleaning room، اختي بتنظف الاوضه. ما بيحصلش انا عارف، بس تعالى ماليش دعوه. اختي هنا هي الفاعل واس كليننج هي الفعل وروم هي المفعول، وقام قايل لك بين الاقواس استخدم بينج. ايوه هو ده سؤال الرايت. لما يطلب منك كلمه دخلها لي على الجمله دي هو ده سؤال الرايت بما لا يخل بالمعنى. طيب اول ما يطلب منك بينج في جمله مضارع مستمر او يقوم قايل لك الفعل ده خليهولي تصريف ثالث، اعرف انك هتبني للمجهول، وعشان ابني للمجهول لازم ابدا بحبيبنا المفعول. اها هبدا بالمفعول. طب انا عايز اعرف المفعول يا مستر، دي كارثه تانية، انا ما بعرفش اطلع المفعول، ما انا اول مره احل ريرايت. قال لك يا حبيبي المفعول ده هو الكلمه اللي بتبقى بعد الفعل. يعني شوف الفعل، شفت الفعل، هات الكلمه اللي بعده.
يعني هو is playing هو لعب ايه، are eating هم كلوا ايه، is watching هم اتفرج على ايه، is going هو راح فين، is traveling هو سافر فين، are cooking هم طبخوا ايه. الكلمة اللي بعد cooking و watching و eating و playing سواء في جملة أو سؤال هي دي المفعول، سواء في جملة أو سؤال هي دي المفعول. الكلمة اللي بعد الفعل على طول هي دي المفعول. يا مستر يعني أنت عايز تقول لي إن روم دي هي المفعول حبيبي وابن حبيبي؟ أيوه، الروم هي المفعول. وهحول is cleaning ده اهي بقت is being cleaned اهي is being cleaned by my sister. بس يا باشا خلصت يا باشا، اقسم بالله اقسم بالله خلصت، وهنحل عليها دلوقتي وفي الفيديو الجاي. يلا يا باشا، بدات بمفعول حولت اس كليننج بقت اس بينج كليند. تمام؟ بس يا باشا مفيش اي مشكله خالص. اهو لما اقول لك my friends are watching film at night، وقال لي استخدم كلمة being. المستر قال لي لما يقول لي being عايز نبني المجهول، والمستر قال لي عشان اجيب المفعول هو الكلمة اللي بعد watching بعد الفعل. are watching يبقى ده المفعول. طيب عايز ابدأ بالمفعول، هقول لك المفعول هو كلمة فيلم، وار واتشنج هتتحول تبقى از. يا مستر ده في ار، يالا ما هو في ار عشان فريندز جمع يا ولا يا ولا يا ولا، ما هي فريندز جمع فجبنا ار يا ولا في الجمله الفاعله يا ولا. انما هنا انا هبدا بالمفعول والمفعول مفرد يا ولا، يبقى از being watched اهي is being watched اللي هي are watching by my friends عن طريق مين؟ اصحابي. يبقى الجمله بدات بفاعل، نقول تاني ام واز وار واي ان جي، ام نوت وازنت وارنت واي ان جي. بدات بمفعول ام واز وار بينج وتصريف ثالث. نيجي للشكل الرابع وهو في صيغه السؤال. عايزين نعمل سؤال جميل. فالسؤال في المضارع المستمر بيبقى عباره عن اداه زائد از وار زائد فاعل اخره اي ان جي. از وار فاعل وفعل اي ان جي. عايز احول المبني للمجهول، ادي الاداه وادي از وار، بنحدد از ولا ار حسب الفاعل او المفعول، يعني حسب اللي جاي بعده. هنا فاعل مفرد يبقى از، جمع يبقى ار، مفعول مفرد از، مفعول جمع ار. واي اي ان جي المستر قال بيتحول لبينج وتصريف ثالث، يبقى المفاعل بقى مكانه مفعول. اما كل حاجه زي بعضها. طب يا باشا حولها لي لما اقول لك where is علي playing match، اين علي المفرد هيلعب الماتش. عايزك تبني المجهول، قال لك استخدم كلمه being، يبقى اين بدل علي هننزل المفعول اللي هو الماتش، وبدل كلمه بلاينج هتبقى being played. اين الماتش لعب. خلاص از والفاعل واي ان جي بقت از، والمفعول والاي ان جي ايوه جدع بقت بينج وتصريف. المستر حفظني اي اي ان جي بيتحول لبينج وتصريف ثالث، اي اي ان جي بيتحول لبينج وتصريف ثالث. ناخد نقطة أخيرة بقى، نقطة تانية خالص، وهي ما هو معنى المضارع المستمر. دي بقى بتجاوب على أسئلة أصلا. إيه هو المضارع المستمر؟ حبايب قلبي المضارع المستمر ده بتدل على حدث بيحصل دلوقتي،
حاجه بتحصل دلوقتي، حاجه بتحصل الان، يعني ما ينفعش اعمل حاجه بعدها، او ما ينفعش اعمل حاجه معاها، قصدي ما ينفعش اعمل حاجه معاها. يعني مثلا لما اقول لك مثلا I am busy I نقط homework، انا مشغول، انا بعمل الواجب، اقول لك I do مضارع بسيط ولا did ماضي بسيط ولا I am doing مضارع مستمر؟ ما هو انا مشغول دلوقتي، يبقى انا لسه هعمل الواجب، مشغول في ايه؟ طب انا عملت الواجب، مشغول في ايه؟ انا بعمل الواجب دلوقتي، يبقى I am ايه؟ doing. جملة حلوة قوي قوي قابلتنا قبل كده، بتقول لك ايه؟ don't، واحدة بتقول لعيالها don't make noise. don't make noise. dad بابا نقط، فنقول sleeps ولا is sleeping ولا slept ماضي بسيط. ما انا بقول لك ما تعملش ضوضاء دلوقتي، بابا هينام، بابا نام يا ابني، بابا نايم. اي حاجه بتحصل دلوقتي يبقى على طول is sleeping. لما اقول لك I can't answer phone نقطة I نقط، قلت لك I pray ولا I am praying. انا ما عرفتش ارد على التليفون عشان انا هصلي ولا عشان اي حاجه بعمل، باكل بشرب بتمطر بتعمل اي حاجه، يبقى مضارع ايه؟ مستمر. الجزء ده مهم جدا، وهو ايه معنى المضارع المستمر؟ حاجه بتحصل دلوقتي اثناء الكلام. طيب الجزء اللي بعد كده وهي استخدامات المضارع المستمر. عايزين بقى نشوف استخدامات المضارع المستمر. ركز يا باشا بقى معايا كده عشان ايه اللي جاي حلو قوي. اول حاجه في استخدامات المضارع المستمر، او امتى استخدم المضارع، وتعتبر دي من الاستخدامات برضه، حاجه بتحصل دلوقتي، وهي جزئيه الكلمات الداله. طبعا كلنا عارفين الكلمات ده عن المضارع المستمر، اللي هي كلمه look وناو ولسن وات ذا مومنت وات ذا بريزنت وواتش اوت ولوك اوت. كل دي كلمات بتدل لما اشوفها في اي جمله اعرف ان الجمله مضارع ايه؟ مستمر. ممكن يجيب لك كلمات الداله كشكل من اشكال الرايت. ازاي يا مستر ممكن يجيبها لي في الرايت؟ بص يا حبيبي، لما يقول لي مثلا she meets her friend، هي تقابل صاحبتها، وقال لي استخدم كلمه ناو. هو هنا بطريقه غير مباشره بيقول لي اللي بتحل الجمله خد بالك، كلمه ناو دي يا ابني بتدل على ايه؟ تقول له مضارع مستمر. ايوه يا ابني، يعني ما تخش على الجمله بتخليها، تقول له مضارع مستمر. ايوه يعني هتخلي الفعل ايه؟ تقول له مضارع مستمر. بس كده هو ده الحل. فانت سيادتك هتقوم قايل له ايه؟ she، بس كده is meeting her friend now. بس يا باشا لو ما يطلب منك كلمه داله اعرف ان الكلمه الداله هتدل على الزمن بتاعها اللي هو المضارع المستمر. طيب ايه كمان من استخدامات المضارع المستمر بالحاجات الحلوه قوي والمهمه قوي؟ رقم 2، حدث تم الترتيب له والتحضير. يعني ايه؟ يعني سيادتك قبل ما تعمل حاجه ديت رتبت حاجات عشان الحاجه اللي انت لسه هتعملها. يعني انت حجزت تذكره عشان انت يو ار ترافلينج، انت حجزت الملعب عشان انت يو ار بلاينج. في ترتيبات عملتها عشان حاجه ناوي تعملها. يعني مثلا لما تقول اهو خلاص she booked
tickets حجزت التذاكر عشان she is traveling عشان هي ايه؟ هتسافر. طب ايه اللي خليها تقول لي هتسافر؟ عشان هي حجزت الايه؟ التذاكر. او لو جاب لك كلمات داله على هذا الترتيب، يعني حط لي في الجمله كلمه arranged او arrangement او prepared او كلمه ايه؟ booked. الحاجات دي كلها مهمه جدا. لما تلاقي اي كلمه من دول او يجيب لك الترتيب اللي هو عمله، لازم تكون الجمله مضارع مستمر. لو ذكر لك الترتيبات يبقى لو الحاجه بتحصل دلوقتي ده مضارع مستمر، في وجود لوك وناو ولسن مضارع مستمر. لو ذكر ترتيبات للحدث مضارع مستمر او جاب كلمات داله على الترتيب زي arranged وarrangement. طيب معلومه في غايه الاهميه، وهي استخدام كلمات always و constantly اللي هي معناها دائما او بشكل مستمر مع المضارع المستمر. يا مستر ده كلمات دالة على المضارع البسيط. ايوه يا عم، ما احنا هنجيبها مع المضارع المستمر في حالة واحدة، لو بنذكر صفة وحشة او سيئة في شخص، بين قوسين الشكوى. لو احنا بنشتكي من حد بمعنى آخر ومعنى لذيذ، لما أقول لك she is always مثلا shouting، هي دايما بتصرخ. they are constantly complaining، هم دايما بيشتكوا. يعني لما اكون بتكلم عن حد وبقول ده صفه وحشه فيه ودايما بيعملها واتس annoying، يعني ده شيء مزعج، يعني الحاجه دي annoying حاجه مزعجه، خلاص عادي لو استخدمت كلمه always وconstantly مع المضارع المستمر يا عم الناس is always كفعل ing are constantly وفعل ing. خلاص لو بشتكي من حاجه او بشتكي من صفه مش كويسه. كل دي استخدامات لزمن المضارع المستمر. عايز افاجئك بقى واقول لك ان احنا لسه هنبدا المعلومات الجد، وهي تعالى لي. عايزين نعرف الفرق ما بين listative verbs. لو كنت عملت كله على x2 ده على ديت، وركز معايا قوي ورجع تاني الاكس 1 حبيبي، رجع لي اكس 1 وتعالى. الستاتيف فيربس افعال الحواس والادراك، والدايناميك فيربس وهي افعال الحركه والنشاط. تعالى لي ايه يا مستر الستاتيف فيربس؟ بمعنى بسيط خالص هي افعال الادراك والحواس والشعور. طيب مالها يا مستر الستاتيف فيربس دي؟ قال لك كل الستاتيف فيربس دي لا تأتي في مضارع مستمر نهائي. طب يعني يا مستر ايه الافعال دي؟ كتير قوي. يا عم كتير ومهمه يا عم. ايه الافعال دي يا اولاد؟ ركز معايا بقى عشان الافعال دي مهمه قوي. زي كلمه لايك ولف وهيت وسي يرى ونو يعرف وهاف يمتلك وثينك يعتقد وفيرب تو بي يكون وسيم يبدو ولوك يبدو وبيلونج ينتمي وكوز يسبب. كل ده مستر افعال ادراك. كل دي افعال ما تجيش في مضارع مستمر خالص. ما ينفعش اقول is liking ولا are hating ولا is thinking ولا are being ولا is belonging ولا is having ولا الكلام ده كله، لان كل دي افعال ادراك لا تاتي في مضارع مستمر. امال الافعال دي يا مستر تيجي في ايه؟ الافعال دي تيجي في حاجه من الاثنين، يا مضارع
بسيط وده الأقرب، يا ماضي بسيط. الاتنين صح. أفكرك المضارع البسيط ده يا أولاد اللي كان بيتكون من مصدر، أو مصدر بإس، والنفي بتاعه don't و doesn't، وفي السؤال بستخدم do أو does. ده يعني بشكل بسيط كده معطيات المضارع البسيط. والماضي البسيط اللي هو بيتكون من التصريف الثاني ونفيه didn't زائد المصدر، والفعل المساعد بتاعه بيبقى ايه؟ did. يعني يا مستر الافعال دي كلها لا تاتي في مضارع مستمر؟ متاكد؟ كلها static verbs؟ ايوه يا عم، الافعال دي ما تجيش في مضارع مستمر خالص الا اذا. ايوه ما تقول كده، قول ان هي الا اذا. انت هتعديها؟ تعالى لي. في بعض الافعال دي لو اتغير معناها وبقت معنى تاني ممكن تيجي في مضارع مستمر. لو اتغير معناها وبقت معنى تاني. ايه يعني بقى مستر بقى؟ ركز الحاجه ديت ايه مهمه قوي يا اولاد، قوي 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 يعني. بص يا حبيبي انت اهو، اولا تعالى ناخد فعل كده حلو. ناخد اول حاجه الفعل هاف. جميل هاف يا مستر، شيك حتى هاف كده، والله جميل. هاف دي لها معنيين. لو هي جايه بمعنى يمتلك تبقى هي فعل ادراك وتيجي في مضارع بسيط اللي هو هاف او هاز. اي والله. انما لو جاي بمعنى يتناول او يقضي وقت او بيعمل حفله ولا حاجه، يعني جاي اي حاجه من الحاجات دي، فعادي لو جه في زمان مضارع مستمر وبقى ام واز وار having بس، يبقى حسب معناه في الجمله. يعني لما اقول لك كده بكل بساطه she has car now. انا قلت هاز ليه مع ان موجود كلمه ناو؟ عشان هو كده جايب معنى يمتلك اهو، يمتلك. انما لما اقول لك she is having lunch now، هنا جاي بمعنى ايه؟ يتناول. خلاص، طبق قاعده المعنى، اقرا الجمله وشوف هو جاي بمعنى ايه. ده بالنسبه لكلمه هاف. طيب ايه كمان؟ تعالالي. عندك مثلا الفعل think. ماله think؟ جميل برضه، شيك think. قال لك think دي لو جايه بمعنى يعتقد يبقى هو فعل ادراك فيجي think او thinks. انما لو جاي بمعنى يفكر فيبقى يجي في مضارع مستمر، يبقى am وis وار thinking عادي جدا. يعني لما اقول لك كده I am thinking of traveling abroad. انا بفكر في السفر للخارج. لما اقول لك scientists العلماء think يعتقدوا ان الارث از فلات مثلا، اي اعتقاد. وخد بالك طبق عليها برضه كلمه believe، ما هي believe برضه معناها يعتقد. تمام؟ يبقى حسب معناها في الجمله بس كده. لا ده لسه. تعالى الفعل مثلا look. جميل، لوك شيك برضه، لوك كده. لوك لو جايه بمعنى يبدو يبقى هو ادراك. انما لو جاي بمعنى ينظر يبقى هو عادي، هيجي في مضارع مستمر ويبقى ام واز وار ايه looking. وهو اصلا لو جه بمعنى يبدو لازم يجي بعدها صفه على طول. كلمه لوك لو جايه بمعنى يبدو بيجي بعدها ايه؟ صفه. يعني لما اقول لك كده بص بص بص، she looks happy. she looks happy
today اهي. كلمة looks جايه بمعنى يبدو وجي بعدها الايه؟ الصفة. انما لما اقول لك she is looking at herself هي تنظر على نفسها مثلا ايه؟ في المراية، بتبص على نفسها في المراية. يبقى حسب المعنى في الجملة. نقول تاني من الأول أهو. عندك مثلا الفعل هاف. هنا هاف معناه إدراك أو لو جاي يمتلك أو جاي يتناول. عندك الفعل سينك. خلاص؟ حسب المعنى بتاعها فين في الجملة. طيب وعندك بعد كده كلمة لوك. طيب بص اللي بعدها. عندك بعد كده كلمة سي. سي دي شيك برضو، ماشي يا عم. لو جاية بمعنى يرى فهو هنا فعل إدراك. إنما لو جاي بمعنى بيقابل أو يودع، وبالمناسبة لو جاية بمعنى يودع هنلاقي دايما جاي معاه حرف الجر أوف. لو جاي معنى يقابل أو يودع هيبقى عادي إنه يكون في زمن مضارع مستمر. تاني يبقى كلمة سي لو جاية بمعنى يرى هيجي بمعنى إدراك. لو جاي بمعنى يقابل أو يودع هيبقى مضارع مستمر. لما أقول لك كده I am seeing my friend today at 8 in the club. أنا هقابل صاحبي النهارده الساعة 8 في النادي. عشان جاية بمعنى يقابل يبقى نقول I am seeing. الأربعة دول مهمين قوي يا ولاد بالله عليك. الأربعة دول مهمين قوي. خلاص؟ لسه. يبقى هاف لو جاية بمعنى يمتلك تبقى إدراك، يأكل أو يتناول أو بيعمل حفلة أو بيقضي وقت يبقى مضارع مستمر. سينك لو جاية بمعنى يعتقد هي وبيليف يبقى هنا إدراك. أما ثينك لو جاية بمعنى أنا بفكر تبقى مضارع مستمر. كلمة لوك لو جاية بمعنى يبدو ما تنساش إن بيجي بعدها صفة. أما لو جاية بمعنى ينظر تبقى مضارع مستمر. سي لو جاية بمعنى يرى يعني حاسة خلاص تبقى فعل إدراك. أما لو جاية بمعنى أنا هقابل أو بودع بحرف الجر أوف تبقى مضارع مستمر. دول أشهر أربعة. لسه في تعالى يا باشا أما أقول لك. بص دول صفحتين واحدة أهي. عندك الفعل اللي هو تيست خلاص و سميل. دول مهمين قوي يا ولاد. تقوم حتى ايه في نص الصفحه كده لوحدهم. بص يا باشا فعل تيست تمام و سميل وواي. الثلاث افعال دول لو هم جايين افعال بمعنى يتذوق ويشم ويوزن، لو هم جايين افعال فهم هيجوا في زمن مضارع مستمر. يعني لو جاي بمعنى يتذوق او يشم او يوزن لو هم اهو جايين في شكل افعال فيجوا في مضارع مستمر. طيب امال الشكل التاني لهم ايه؟ قال لك بقى انما كلمه تيست دي وسميل دي وواي دي لو جايه بمعنى مذاق، ده طعمه، ده رائحته، ده وزنه، لو هم جايين كده لا، قال لك ساعتها هيجوا في زمن مضارع بسيط، لان في الحاله دي هم افعال ايه؟ ادراك. ركز في الحته دي بالله عليك. يعني لما اقول لك مثلا بص كده this food نقط delicious، هقول لك الطعام ده is tasting يتذوق لذيذ ولا tastes مذاقه لذيذ؟ هتقول لي مذاقه. هو هنا فعل ادراك، في الحاله دي لازم يجي مضارع بسيط على طول، لازم يجي مضارع بسيط. طيب لما اقول لك مثلا I نقط meat هقول لك I why ولا I am whining؟ انا وزني لحمه ولا انا بوزن اللحمه؟ انا بعمل اهو
تحول لفعل دايناميك حركي اهو، يبقى في الحاله دي انا جاي بمعنى يوزن، يبقى في الحاله دي مضارع مستمر. اما الافعال الدايناميك بقى، ايه الافعال الدايناميك اللي انت قلتها في الاول دي؟ بص يا باشا، الافعال الدايناميك دي دايناميك فيربز دي اللي هي افعال الحركه. افعال الحركه دي اوقات اللي هي افعال فيها شغل، يعني زي بلاي، زي ستادي، زي جو، زي ايت، اي فعل فيه حركه. اما افعال الادراك اللي احنا قلنا عليها بس. اما افعال الدايناميك غير الافعال دي كلها افعال دايناميك. الحته دي مهمه قوي قوي قوي. طيب في حته بقى اهم واحلى، وهي ركز بقى، امتى فيرب تو بي اللي هو يكون نجيبه في مضارع مستمر؟ قال لك لو بنتكلم عن صفة مؤقتة في الشخص، يعني ما هيش صفته الطبيعية والحقيقية والمستمرة واللي عايش بيها، لا 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 لا. قال لك لو الصفة دي مرتبطة بموقف معين أو مكان معين أو حدث معين في لحظة معينة، في الحالة دي أقول is being. الله عليك، ركز معايا يا باشا. يعني أنا لما أقول لك مثلا إن البنت دي she is polite، يعني ايه she is polite؟ هي مؤدبة، دي طبيعتها، هي حياتها كده. إنما لما أقول لك مثلا she is being nervous in this situation، هي تكون متوترة وعصبية في الموقف ده. she is being impolite، هي كانت مش مؤدبة with her neighbor، مع جارها، موقف معين. خلاص، بتكلم عن موقف today، النهارده، تمام، at this moment، في اللحظة دي، بتكلم عن وقت معين في لحظة معينة كان في صفة فيك، لازم استخدم is being و are being. وركز معايا بالله عليك، بالله عليك تاني، لو بتكلم عن صفة مؤقتة يعني خاصة بمكان معين، بلحظة معينة، بموقف معين، في وقت معين، استخدم is being و are being، ودي مهمة جدا جدا جدا. طيب حتة برضو من الحاجات التركات الحلوة قوي، احنا عارفين لو بنتكلم عن عادة، شخصية، وحقيقة بالنسبة للشخص، فاحنا لازم نستخدم مضارع بسيط. انما لو بنتكلم عن حدث مؤقت، يعني حاجة بيعملها اليومين دول بس، يعني حاجة بتحصل دلوقتي فقط، فلازم استخدم مضارع مستمر. يعني ايه يا مستر الكلام انت بتقوله ده يا مستر؟ بص يا باشا، بص يا قلب المستر، بقول لك ايه، he works as taxi driver، بيشتغل سواق تاكسي. it is his permanent job، دي وظيفته الدائمة، يعني مش بيعملها اليومين دول بس، دي حاجة مستمرة معاه. عكسها لو قال لك temporary job، وظيفته المؤقتة، وظيفته المؤقتة أقول is working. إنما لو بتكلم عن وظيفته الدائمة والحقيقة بالنسبة له والحقيقة اللي هو عايشها ودي عيشته، مضارع بسيط. الجملة دي مهمة قوي قوي، بتكلم عن حاجة ثابتة في حياة الشخص مش بتتغير ودائمة، وحقيقة بالنسبة له مضارع بسيط. بتكلم عن حدث مؤقت بالنسبة له، حاجة بتحصل اليومين دول، زي الصفة بالظبط، أنا ربطتها بالصفة، زي الصفة، ما دام الصفة مرتبطة بحاجة مؤقتة برضه تبقى is being و are being. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الورشة بتاعتنا للوحدة الأولى، خلاص، بس لسه حتة صغيرة، اوعى تروح في حتة، عايزين نطبق على اللي احنا قلناه. تعالى لي مذكراتنا الجميلة، تعالى بقى عشان نشتغل كده ايه، شغل جميل. طيب حل شوية يا باشا. my father looked، بابايا هنا يبدو ان هو ايه، هنا جاي بمعنى يبدو، والمستر قال يبدو لازم يجي بعدها صفة، يبقى angry. طيب انا بعتقد في حل
لحل المشكله، بالطريقه لحل المشكله، بعتقد ولا بفكر؟ ده جاي بمعنى يفكر، يبقى I am thinking. طيب we can't، مش هنلعب تنس النهارده، ليك ذكي، ليك ذكي، وقف وقف وحل انت، حل انت. طيب انا مش هعرف، انا مش هعرف العب النهارده لانها بتشتي دلوقتي، يبقى is raining. ده program about space، البرنامج على الفضاء بيعرض، خلاص يبقى shows عشان هنا يعتبر فعل ادراك. which subject، ايه الماده اللي انت هنا بتدرسها دلوقتي؟ وعندي at the moment اهو، يبقى are you studying. حلينا الجمل ده قبل كده، انا عارف يا عم. these days، هذه الايام معظم الناس بتستخدم are using لان people هنا جمع. now دلوقتي هو يبدو سعيد، برضه جايه بمعنى يبدو يا مستر، ده موجود ناو يا مستر، بس هنا جايه بمعنى يبدو يا حبيبي، ويبدو يعني مضارع بسيط. this camera، هذه الكاميرا، belongs يا مستر، ليه مش isn't belonging؟ عشان ده فعل ادراك يا بابا. طيب my father always، بابايا دايما بيقول ان القهوه مذاقها. انا هنا عايز كلمه مذاقها، يبقى tastes. انا وزني 90 كيلو، انا مش بوزن، انا وزني، خلاص يبقى I واي، هنا جايه بمعنى وزن. he is very pessimistic، هو متشائم. he always، هو دايما بيعتقد ان الأسوأ ذا يحدث. اهو مادام يعتقد يبقى فعل ادراك، يبقى مضارع بسيط. الله عليك. طيب هم يتمنوا، عندنا كلمة وش دي من أفعال الإدراك، يلا اكتبها يا باشا، اكتبها. وش وونت، خلي بالك أهو، وش وكلمة وونت. most scientists، معظم العلماء هنا بيعتقدوا، فأنا عايز كلمة يعتقد برضو يا مستر، يبقى believe يا حبيبي. at the moment، في هذه اللحظة أنا مش هقدر أشتري العربية، تكلفتها كتير. costs برضه فعل إدراك. the English very rarely talk on the underground. تمام؟ الإنجليزي هنا بيكون بنتكلم بيه، هم يفضلوا أن يقرأوا، برضه بريفير فعل إدراك. تمام؟ تعالى يا باشا لما أكتب لك أفعال الإدراك دي كلها، خلاص في الحته اللي احنا كنا بنكتب فيها افعال الادراك. تمام اهي. فين يا باشا؟ بليف قلنا مع، فين يا باشا؟ اهو افعال الادراك قلنا كلمه وش فعل ادراك، وونت فعل ادراك، بريفير فعل ادراك، كوست تكلفته فعل ادراك. كل ده افعال ادراك زودناها. يلا يا باشا نكمل. رامي كان angry with the waiter who was very slow. رامي كان غضبان angry. why is he always playing؟ خلاص في هنا is وهنا في فعل ing. turn on TV، اقفل التلفزيون، محدش بيتفرج دلوقتي is watching. I can't meet you tomorrow، مش هقدر اقابلك بكره لان انا هزور. I am visiting. اي جمله تبدا بكانت يا حبايبي لازم يكون هنا معاها مضارع مستمر. عندي كلمه arranged، وarranged بيعرضوا معاها مضارع مستمر. بص يا باشا تستفيد يا باشا، حل لوحدك. انا بلبس نظارتي النهارده لان الجو هنا الشمس قويه جدا، فانا هنا I am wearing، هرتدي. he is stayed with us for a week، هو قاعد معانا، has stayed قاعد معانا بقاله اسبوع، ولكن الان هو يريد، وطبعا يريد فعل ادراك. طيب انا هنا بقضي وقت كويس جدا في الاوتيل، بقضي وقت يبقى I am having، وهكذا بقى. تمام؟ عايز تحل يا باشا حل اهو، وريني لو في حاجه وقفت عليك. طيب تعال نحل بقى شويه الرايت كده، نتسلى كده بشويه الرايت. تقلقش يا باشا، كل ده هيتحل يا باشا، ما تقلقش والله، ما تقلقش خالص.
My brother is always leaving his socks on the floor continually. اهي يا باشا. My brother بدل always حط continually is continually leaving. بس مفيش أي مشكلة خالص. طيب look بنظر القطة هنا chasing بالطارد. at this very moment هتشيل كلمة look دي وتحط the cat is it chasing بالطارد الفراشة في الجاردن at this very moment. We are going to the cinema tonight هتشيل كلمة tonight دي وتحط بدلها كلمة later مؤخرا. Scientists are developing a new vaccine هتقول the scientists كلمات دالة كلها بس بتحطها في قلب الجملة. are currently وممكن تحط currently في الآخر developing new vaccine. بس موضوع يعني سهل خالص ما تقلقش. تمام. وشرحنا تحولات المضارع المستمر في المفعول في الفاعل والمفعول. كده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من الورشة في الوحدة الأولى، وانتظروا الجزء الثاني اللي مش هيتأخر ورا بعضه كده على طول إن شاء الله. بعد ما تخلص الجزء ده تحتاج تطبق تطبيق كامل وشامل على الوحدة بعد ما تكون حفظت كلماتك وحليت عليها أكتر من كتاب، فمحتاج تراجع مراجعة أخيرة. هي دي المراجعة الأخيرة بأمر الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا لقاء في لقاء المحبين، ولا إلى اللقاء في لقاء المحبين بأمر الله. أشوفكم تاني بإذن الله في فيديو الحل بأمر الله، ولقاءات كتيرة لا تنقطع بأمر الله، كله بأمر الله. سلام.